أما عن يهوذا الإسخريوطي وهو شخصية الخائن، فيهوذا الإسخريوطي كان واحد من تلاميذ المسيح ال12، وهو اللي خانه وسلمه للقيادات اليهودية مقابل 30 قطعة من الفضة، وكان هو المسؤول عن صندوق النقود الخاص بالمجموعة. الأناجيل بتقول إن دوافعه لخيانة المسيح كانت متعددة، منها الطمع في الفلوس بحسب إنجيلي القديس متى والقديس يوحنا، وتأثير الشيطان عليه بحسب إنجيل القديس لوقا وأيضا القديس يوحنا. أما بالنسبة لموت يهوذا في العهد الجديد مذكور في موضوعين: إنجيل متى إصحاح 27 وآية 5، وسفر أعمال الرسل الإصحاح الأول آية 18. ففي إنجيل متى بيقول: لما رأى يهوذا الذي أسلمه أنه قد دين، ندم ورد 30 من الفضة إلى رؤساء الكهنة والشيوخ قائلا: قد أخطأت إذ سلمت دما بريئا. فقالوا: ماذا علينا؟ أنت أبصر. فطرح الفضة في الهيكل وانصرف، ثم مضى وخنق نفسه. يعني يهوذا بعد ما شاف المسيح اتحكم عليه بالصلب حس بالندم ورجع الفلوس وشنق نفسه، والفلوس دي استخدموها علشان يشتروا بيها حقل الفخاري اللي تم تسميته حقل الدم. أما في سفر أعمال الرسل بيقول: فإن هذا اقتنى حقلا من أجرة الظلم، وإذ سقط على وجهه انشق من الوسط فانسكبت أحشاءه كلها، بحسب سفر الأعمال الإصحاح الأول آية 18. يعني يهوذا اشترى الحقل وبعدين وقع على وشه وجسمه اتشق. الأرض دي كمان اتسمت بحقل الدم. وبحسب التفسيرات وعلماء الكتاب المقدس بيقولوا إن الروايتين صح، وبيوصفوا نفس الحدث من زاويتين مختلفتين. يعني ممكن يكون يهوذا شنق نفسه على شجرة كانت بتطل على الأرض اللي اشتراها، وبعدين جسمه وقع وانشق نتيجة التحلل أو قوة الاصطدام. والاختلاف في الروايات عن موت يهوذا بيوضح تأكيد الحدث، وإن في شاهدين على الحدث نفسه اللي ورد في الكتاب المقدس. والأهم إن الروايتين بيتفقوا على النهاية المأساوية للخائن بعد صلب المسيح بفترة قصيرة، وعلى إن فيه أرض اتسمت حقل الدم مرتبطة بموته.